صلوا صلوا صلاتين على الهادي نور العين، أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا، صلى عليك الله ما غيث هما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة، واهلا وسهلا بالمشتركين الجدد واخواتي اللي معايا من زمان منورين، ودايما وجودكم منورني وتعليقاتكم بتبسطني. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم حلقة كويسة جدا. هنعمل فراخ مسلوقة هتاخدي احلى طعم لحم واحلى شوربة ان شاء الله. قبل ما ندخل بقى نشوف طريقه الفرخه اللذيذه اللي معانا دي، لو بتشوفوا القناه بتاعتنا لاول مره ما تنسوش تشتركوا من خلال المربع الاحمر اللي تحت الحلقه، وتضغطوا على رمز الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل جديد من عندنا باذن الله. ويلا بينا على بركه الله نشوف هنشتغل في الفرخه ازاي. اول حاجه يا جماعه معايا فرخه كده، طبعا الريش متشال منها ومتنضفه تماما. كل اللي عملته بعد ما شلنا الريش غسلتها غسله كويسه بالميه جاريه، ما حطيتش عليها اي حاجه خالص. دلوقتي بقى هبدا ان انا اضيف عليها نص كوبايه كده من دقيق الذره. هاخد عصير ليمونتين، الليمون والملح والدقيق الذره هيطير لك اي زفاره من الفرخه. وكمان هنزل عليهم بنص كوبايه كده من الملح، نص كوبايه من الملح. وهبدا ادعك بقى الفرخه كويس بالدقيق والملح والليمون اهي من بره، وكمان من جوه عشان بقى اتاكد ان هي ما يكونش فيها اي زفاره خالص. كده خلاص غلفتها بالليمون والملح والدقيق. ودلوقتي بقى هنزل عليها بميه، وكمان معلقتين كبار من الخل. ده على فكره خل التفاح، اي خل موجود عندك يعني. ودلوقتي بقى هسيب الفرخه في الميه اللي احنا عملناها ديت، اللي هي الميه وحطينا الدقيق والليمون والخل والملح. هسيب الفرخه تنقع في الميه دي على ما اخد البصله كده وانضفها وابشرها واجهز بقيه حاجتي، ونشوف مع بعض هنعمل يا جماعه. جهزت البصل وحبيتين من الطماطم، ده بصل صغير طبعا، يعني ممكن لو البصله بتاعتك كبيره تستكفي ببصلايه واحده او بصلتين وسط. فانا هاخد الثلاث بصلات دول وهبدا بقى ان انا ابشرهم باي مبشره بقى موجوده عندك. هبشر البصل كله. ودلوقتي يا جماعه بعد ما بشرت البصل هبدا ان انا ابشر الطماطم. طبعا الجزر عندي مبشور لاني مفرزه معاكم جزر، فانا عندي الجزر مبشور مش هحتاج ان انا ابشره. التتبيله دي بقى بتخلي طعم الفراخ جميل، بتطعم لحم الفراخ وما شاء الله بتديها كمان ريحه كويسه جدا. هبشر بقى الطماطم بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. خلصت يا جماعه الطماطم والبصل كده، معايا بقى كميه كويسه من الجزر، يعني هحاول اخليهم هما الثلاثه بكميات متساويه. ادي الجزر المبشور. ودلوقتي يا جماعه جه دور البهارات والملح. اول حاجه معلقه من الملح، معلقه صغيره بهارات فراخ، فلفل اسود، رشه بسيطه من الجنزبيل البودر. وبعد ما ضفت كل المكونات على بعض هبدا بقى ان انا كده امرتهم بايدي مع بعض، البصل والطماطم والبهارات والجزر. ودلوقتي يا جماعه المرته بتاعتنا جاهزه، وهناخد كمان الفرخه نغسلها بقى تحت الميه الجاريه غسله كويسه جدا جدا علشان نتخلص من الزفاره، ما يكونش فيها ريحه اي زفاره خالص.
هناخدها كده زي ما انتم شايفين فيها الحاجات اللي انا حطيتها معاكم. لازم اغسلها كويس علشان اتاكد ان مفيش دقيق ولا ملح ولا بقايا زفره خالص. هغسلها بقى وارجع لكم نحشيها مع بعض بالتتبيله الجميله. وادي يا جماعه الفرخه بعد ما غسلتها كويس جدا بالميه الجاريه لحد لما ما شاء الله نزلت الميه بتاعتها بيضه خالص ما فيهاش اي حاجه نهائي. هبدا بقى اخد من المرته بتاعتنا الكويسه اللي هتطعم لنا بقى الفرخه، هدخلها من جوه كده من البطن كده، تدخلها اتاكد ان انت دخلتها لجوه الفرخه خالص اهي، ومن فوق كده كمان، وهاخد برضو من بين الجلد واللحم. احشيها بقى كلها، اتاكدي ان انت ايه دخلتي التتبيله جوه الفرخه كلها من كل الجهات. ودي يا جماعه الفرخه بعد ما تبلتها والتتبيله ما شاء الله كده لفت الفرخه كلها من جوه. هبدا بقى ان انا اسيبها دلوقتي، هركنها على جنب ساعتين 3 4. يعني انا دلوقتي لسه الساعه 9 الصبح وان شاء الله مش هعملها غير اخر النهار. انت حابه ان انت تسيبي الفرخه بتاعتك في التتبيله ليله او تبيتها في التتبيله حسب ما انت عايزه اعملي. هركنها بقى كده 3 4 ساعات لحد لما اجي اطبخها ان شاء الله، وارجع لكم ان شاء الله نشوف بقى هنطعم وننكه شوربتنا بايه او المرقه بتاعتنا بايه والطريقه بتاعت الفراخ. سيب الفرخه 3 4 ساعات في التلاجة علشان تاخد كده من طعم التتبيله اللي احنا عملناها. حابه ان انت تبيتي الفرخه في التتبيله حاجه كويسه برده، هتاخدي طعم زياده كمان ونكهه زياده. هسيبها وارجع لكم ان شاء الله نشوف هنعمل ايه مع بعض. رجعت لكم يا جماعه بعد ما سبت الفرخه كام ساعه، قفلت عليها بالخله من هنا، وكمان هجيب رجليها من هنا كده، وهبدا بقى ان انا الف عليهم خيط علشان اقفل عليهم كويس. ما ينفعش اسيب الفرخه كده مفتوحه كده رجلها مفتوحين وهي في الميه يعني كده يا جماعه. بعد ما قفلت الفرخه زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه دي، دلوقتي بقى جاهزه ان احنا ننزلها في الشوربه. يلا بينا اقول لكم الشوربه والميه. الفرخه يا جماعه حطيت حله على النار وحطيت فيها كميه مناسبه من الميه، هنزل عليها زي ما انتم شايفين اصلا الميه بدات تغلي. لازم تستني لما الميه تغلي وتبداي تضيفي المنكهات بتاعه الشوربه. ما ينفعش ان انت تضيفيها والميه بارده، استني لما الميه تغلي وضيفيها علشان تاخدي نكهه كل حاجه انت بتحطيها. معايا بصلتين صغيرين كده، معايا كمان شرايح من الجزر، معايا ورقتين من ورق اللورا، معايا عود قرفه، فلفل اسود، و4 فصوص من الحبهان، وكمان معايا رشه بسيطه من البهارات اللي هي بهارات الفراخ. زي ما انتم شايفين الميه غليت اهي، دلوقتي هنزل بالفرخه، وطبعا منساش معلقه ملح. ودلوقتي هنزل بالفرخه على ظهرها زي ما احنا متعودين. بسم الله. اهي. ودلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين الميه غلت على الفرخه على طول. هسيب الفرخه الميه تغلي عليها كده 10 دقايق، مش هوطي عليها دلوقتي، هسيبها الاول 10 دقايق على نار عاليه، وبعد كده ههدي عليها علشان الفرخه تستوي كويس معايا من جوه ومن بره وتكون تمام. هرجع لكم ان شاء الله لما الفرخه بتاعتنا تستوي. بس اهم حاجه نضيف المنكهات اللي انا عملتها ديت بعد ما الميه تغلي، هتاخدي احلى شوربه. هغطي بقى وارجع لكم ان شاء الله لما الفرخه بتاعتنا تستوي. ودي يا جماعه الفرخه بتاعتنا بعد ما استوت وحمرتها ما شاء الله ريحتها جميله جدا وطعمها رائع. وطبعا يا جماعه مش هناكل الفرخه لوحدها، قدمت معاها مكرونه محمره مع الصلصه. يعني عملتها ازاي؟ في حله على النار حطيت فيها معلقه من السمنه على معلقه من الزيت، واستنيت ان هي سخنت شويه، ونزلت بكميه من المكرونه وفضلت اقلب فيها شويه لحديت لما المكرونه احمرت شويه، ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من الصلصه الخام، وكمان نزلت عليهم بعد التقليب شويه طبعا نزلت عليهم بكوبايه ميه مغليه
مناسبه طبعا لكميه المكرونه اللي معايا، عجبت معاكم طبعا. لو والملح عجبتكم ما وفلفل تنسونيش اسود باللايك وشير وبهارات، لاصحابكم علشان وكمان كلنا نزلت نستفاد. برشه من الزعتر. واترككم في لقاء تاني مع والمكرونه حلقة شربت تانية ان الميه، شاء الله. هديت عليها النار لحد لما استوت. عملت كمان معاها شوربه لسان عصفور بشوربه الفرخه، ما شاء الله جميله جدا وطعمها بجد هيعجبكم. جربوها بنفس الطريقه مش هتندموا باذن الله. وقطعت جنبها كده شرايح من الطماطم، وكانت غدوه سهله وسريعه وبسيطه، واتعملت في زمن قصير جدا.